يا مساء الفل والياسمين عليكم يا حلوين. يلا النهاردة هنعمل فيديو كده لذيذ، أكلة كده بسيطة جدا، بالرغم انها بسيطة بس جميلة قوي. جبت بطاطس وقشرتها وقطعتها كده. لو عندك القطعة اللي هي المشرشرة دي هتطلع لك الايه البطاطس كده ايه مموجة كده وشكلها حلو، يعني العين بتاكل قبل البق. تمام. وجبت المبشرة وقلت هعمل كده فكرة جديدة، على يعني شفتها في حد بيعمل ريفيو عن بطاطس، يعني شرايح بطاطس رفيعة قوي، اللي هي ايه تبقي بتاكليها كده، بصي الفرنوعة وتحمريها برضو، وممكن تحطي عليها صوص جبنة، صوص يعني اللي هو صوص بشاميل مثلا، كاتشب، اي صوصات انت بتحبيها. فانا عملت من الحته الضيقه في المبشره، طلعت الحاجه صغنونه خالص. لو انت عايزاها كده انا وريتك كده وكده. وبعد كده عملت في الحته اللي هي الواسعه، بحيث ان هي برضو الشرايط تبقى ايه اكبر شويه واعرض، فشوفي الطريقه اللي تعجبك. وبعد كده تروحي حطاها في ميه بحبه ملح وتسيبيها لحد ما تيجي تحمريها. بصي شرايط كده نوع من انواع التغيير يعني. بعد كده جبت بصلايه صغنونه زي ما انت شايفاها كده، وهقطعها جوانح، اللي هي الجوليان دي زي ما بيقولوا جوليان. وتفرفطي بقى البصل، وتحطي عليه حبه ملح، وتحطي بهاراتك بقى، حبه كمون، على حبه فلفل اسود، على حبه بابريكا، سلام لو بابريكا مدخنه كمان. وتفركي كده البصل كله ببعضه. اكله كده بسيطه جدا. هنا بحمر البطاطس، والبطاطس التانية برضو بحمرها برضو زي ما انت شايفة اهو. حطيتها برضو بالراحة قوي قوي، تبقي بتقلبيها اللي هي الشرايط دي بالراحة جدا 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 علشان ما تتهرش منك. وجبت بقى خلاص البطاطس بعد ما حمرتها، رحت حاطه عليها حبة ملح صغننين، ورحت حاطه البصل. تمام. وكنت بسخن فحماية على النار، وحطيت ورقة فويل وحطيت الفحماية وعليها حبة زيت، وتسيبيها مكتومة بقى كده، غطيها. هتلاقي نفسك بتاكلي البطاطس بطعم الشوى المشوي، والله هتبقى جميلة جدا وهتعجبك قوي. هنا بقى كان طعمها حلو جدا، بعد ما شلتها كان شكلها حلو، والبصل تحسي ان استوى شوية. ودي البطاطس الشرايط. اشوفك الفيديو الجاي، ما تنسيش اللايك. يلا سلام.